والله العظيم ابن تيمية والله انت بتفاجئنا باشياء يا ابو حسن، بتفاجئنا باشياء يعني سبحان الله. ابن تيمية اثبت الخلافة لعلي والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين في منهاج السنة وامام الاشهاد. الان ابو فاطمة موجود، سجلوا واخذوها هذه اخواني. ابو فاطمه ما بيسيبش بالصلاه على النبي عليه يعني. اي ما شاء الله عليه، الله يبارك به ويكثر من امثاله. اخواني هذا الان الكتاب اللي امامنا شنو ابو كريم؟ اخواني ابو عبد الرحمن جميعا، هذا شنو الكتاب؟ منهاج السنه النبويه. منهاج السنه النبويه في نقض كلام الشيعه والقدريه. ابن تيميه ابي العباس تقي الدين احمد بن عبد الحليم، الجزء الثامن، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، طبعة الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة. اخوان هذا اللي امامكم، شوفوا القاهرة في الصفحة 241. طبعا هو يتناول نفس الحديث الخلفاء ويكمل البحث، فيبدأ من 38 238 الكلام اللي قرأناه قبل قليل، وثم 39، ومن ثم ماذا 40 240، ومن ثم 41. يقول يتكلم طبعا، يقول وحيث قال، شوفوا هنا، لا يزال هذا الدين عزيزا ما تولي 12 خليفة كلهم من قريش. يقول وهؤلاء 12 خليفة هم المذكورون في التوراة، حيث قال في بشارته بإسماعيل وسيلد 12 عظيما. الآن كلها صفنة أبو حسن، وين تريد توصل؟ طيب كلهم من قريش عامة؟ لا عامة من قريش، ولكن يقول وهؤلاء 12 خليفة هم المذكورين في التوراة، حيث قال في بشارته بإسماعيل وسيلد لإسماعيل من ذرية إسماعيل. النبي محمد من ذرية من؟ ذرية إسماعيل. قريش كلها من ذرية إسماعيل. لا مو كلها، شلون كلها؟ لا شلون كلها؟ قريش من ذرية إسماعيل أبدا، هذا الكلام لا يصح. وإلا فأمية كنا نعرف أنه عبد جاء به عبد شمس، ولهذا كان الإمام يقول يا ابن الزرقاء لهم. واضح؟ أمية ليس قرشي، هو عبد كان زين، أم كان عبدا لعبد شمس فتبناه. المهم اخواني، يقول راح نقرا الان، راح نجيب التوراة وراح نقرا اخواني زين. يقول بشارته بإسماعيل وسيلد 12 عظيما، 12 عظيما. طيب لما يجي يقول سيلد 12